في الفيديو ده أنا هتكلم عن الحلقتين الأولى والتانية لمسلسل سفاح الجيزة، وفي آخر الفيديو هتكلم شوية بحرية حرق، ونبدأ بتعريف بسيط بالقائمين عن العمل. فالبطولة لأحمد فهمي وباسم سمرة مع ظهور شخصيات كتير تانية، تأليف محمد صلاح العزب، وسيناريو حوار لإنجي أبو السعود، والإخراج لهادي الباجوري. في البداية كده اللي شدني للمسلسل هو اني عاوز اشوف احمد فهمي هيعمل ايه لما يلعب دور زي ده، وزادت حماستي للمسلسل لما شفت التريلر بتاعه من فترة. واقدر اقول بعد مشاهدة اول حلقتين للمسلسل ان المسلسل مخيبش ظني فيه، واتوقع له انه ينجح جدا جماهيريا. شاهد كل فترة بتمتعنا مسلسل مفاجئ فعلا، زي في كل اسبوع يوم جمعة لمنى شلبي وآسر ياسين، اللي افتكرته كتير وانا بتفرج على اول حلقتين لمسلسل سفاح الجيزة. فبرافو لمنصة شاهد، فعلا اختياراتها الأعمال بالقوة دي. طب وإيه هي قصة المسلسل؟ المسلسل مبني على أحداث حقيقية لشخص اسمه القذافي، لكن أنا هنا هتكلم عن المسلسل ومليش أي علاقة بأن الأحداث دي من وجهة نظر درامية ولا هي نفس أحداث القصة الحقيقية. والمسلسل بيتكلم عن سفاح ذكي وضحاياه كتير، وبنشوف ده بالتفصيل في أول حلقتين. المسلسل بيدخل في الموضوع مباشرة مع أولى لحظات الحلقة الأولى، واللي بنشوف فيها مشهدين، واحد رمزي والتاني مرعب. المشهد الرمزي كان بيحضر فيه صينية بطاطس وكأنه بيحضر كفن، والميت هي قطعة اللحمة اللي بيحطوها بأداء وزاوية تصوير وموسيقى يوضحوا إنهم عاوزينك تحس بحاجة. وتاني مشهد هو الفزع بعينه، لما بيكون قاتل واحدة وحطتها في الديب فريزر عنده في الشقة، واللي اللحظات قلت إنه كان بياكل من لحمها. بيظهر بعد كده وهو بيسحبها عشان يدفنها، وبيتم التطويل في المشهد بتاع جر الضحية على الأرض لحد ما في لحظة هتحس إنه كفاية حرام عليكم، لأن المشهد فعلا كان صادم، والمخرج تعمد إطالته وإنه يظهر فيه الضحية لمدة طويلة علشان يفهمك إنك دخلت الملحمة من الجنون والسايكوباتية. وبالنسبة لي فالمشهد حقق المرجو منه جدا، وأنا فعلا اتأثرت بشكل الضحية جدا. وكل ده أول 10 دقايق تقريبا. انت بسرعة بتتشد الأحداث المسلسل، وبتبقى عاوز تعرف مين المجنون ده وليه بيعمل كده وازاي بيقدر يعمل كده بالبرود ده. وبنشوف طول الحلقة الأولى مشاهد بتعرفنا أكتر على شخصية السفاح، واللي بنعرف إنه شخص محبوب وسط منطقته وشغله. وفي نفس الوقت ومن أول حلقة بنشوف جرايمه الغير إنسانية بدون ما نفهم أي دوافع تكون هي المحرك له علشان يقوم بجرايمه دي. انت في اول حلقتين بتشوفه بيخلص على كذا ضحية بشكل يوضح لك قد ايه هو مستسهل الموضوع، لكن ما بنفهمش الدوافع اللي بتحركه للجنون ده. وفي نفس الوقت بتشوف قد ايه هو بيحترم امه وبيحبها رغم كل المعاملة العنيفة اللي بيتعاملوا بيها، واللي هبني عليها توقع لباقي المسلسل، بس هسيب توقعي ده لفقرة الحرق. كمان شغله اللي بيكون في مصنع ملابس، وبيكون صاحب المصنع شخصية قام بدورها الفنان صلاح عبد الله، واللي كان بيعتبر السفاح ده زي ابنه، لدرجة انه كان بيأتمنه على اسراره ونزواته النسائية، لكن ما كانش يعرف انه سفاح. اهل منطقته اللي بنشوف ازاي السفاح ده بيتعامل معاهم بكل جدعنة، لدرجة انه جايب علاج لراجل كبير والراجل ما كانش لاقي العلاج ده في اي حتة وكمان ما بياخدش منه فلوس. يعني الظاهر لشخصية السفاح دي قدام الناس انه اجدع حد ممكن تتعرف عليه وتتعامل معاه، لكن معظمهم ما يعرفش ان الجزء الغامض في الشخص ده هو الرعب بعينه. وهنا بيقرر المخرج انه يبدأ يورينا جزء من نزوات السفاح ده، سواء في الحاضر او احداث من الماضي بنبدأ من خلالها نرسم ابعاد الشخصية السايكوباتية اللي قدامنا. ولكن للأسف بيزيد الغموض لما بنلاقي ان مشاهد في فترة زمنية مختلفة ان الشخصية موجودة مع اشخاص مختلفين وباسم وصفة كمان مختلفين. والحد هنا بقى فتمام، اللي جاي انا هتكلم فيه بحرية حرق للأحداث. فبقول تاني، اللي ما شافش الحلقتين الأولى والتانية من مسلسل سفاح الجيزة يوقف هنا ويروح يشوفهم، وبعدها يبقى يكمل مشاهدة فقرة الحرق دي. قمتم؟ المسلسل مفاجئني بسرعة أحداثه، وازاي السفاح ده بيخلص على كذا شخصية في كل حلقة بعد ما بنكون ركزنا في العلاقة بينهم علشان نفهم أبعاد علاقاته بالشخصية دي، فنبدأ نفهم دماغه دي شغالة ازاي. لكن بيفاجئنا كذا مرة
انه بيتخلص بسرعة جدا منها، وده بيخليني حذر جدا من اي توقع ممكن اتوقعه لسير الاحداث في المستقبل، لان بكل بساطة انا ممكن اتوقع واركز ويجي البي يخلص الموضوع من الحلقة الجاية ويقتل شخص انا شايفه السبب المنطقي بعد اول حلقتين للي وصله السفاح ده، لكن في النهاية ده عمل فني. فانا هقول لكم على توقعي وايه اللي خلاني اتبنى التوقع ده. لحد دلوقتي احنا شايفين ان معظم ضحايا السفاح ان لم يكن كلهم من الستات، ولما اربط ده بكلام امه له وانها مش ناسياله انه كان سبب سجنها قبل كده، وده مبرر لطريقة تعاملها معاه دلوقتي اللي كلها عنف ممزوج باحتياج لابنها انه يخلصها من اي شخص هي مش حباه او على عدم توافق معاه، واستخدام لفظ خلصني بالذات سواء من امه او من زوجة صاحب المصنع اللي كانت على علاقة غير شرعية مع السفاح ده، كان بيخلينا احس انهم عارفين طبيعته الحقيقية وانه سفاح، وبيحاولوا يستفادوا منه في انهم يتخلصوا من اي حد بيمثل عليهم اي تهديد او حتى واقف في طريقهم، لكن محدش يقدر يحسب فعلا تحركاته، وبيقرر يقتل عشيقته ويلبسها لصاحب المصنع ويستولي هو على المصنع بكل بساطة بالنسبة له. كمان مشهد زي مشهد الفنانة ميمن جمال اللي اتوجد في المسلسل ده وبيتمهد لك فيه انه بيصرف عليها عشان تقول انه بيقوم بواجبه تجاه عمته اللي ربته وهو صغير لما امه اتسجنت، لكن غلطتها لما ضربت امه بالقلم لما كانوا بيتخانقوا سوا، فيروح لها السفاح لدار المسنين ويقضي معاها ومع كل اللي في الدار سهرة جميلة وهما بيتفرجوا على فيلم كوميدي، وبعدها بيدخلها اوضتها ويهزر معاها ويقول لها انا معرفش انتوا بتتخانقوا ليه مع انكم اطيب من بعض، وبيوعدها بعدها انه يخرجها من الدار لو هي متضايقه، فبتقول له ايوه عايز اخرج، فبيوعدها ان دي هتكون اخر ليله ليها في الدار، وبيغطيها وفجاه بيسحب مخده ويكتم نفسها لحد ما بيخلص عليها فعلا علشان تكتمل صوره الشخصيه الحيوانيه اللي بتتجسد قدامك. ده مش انسان، ده حيوان مفترس ممكن يهاجمك لو قربت ناحيته، لكن كمان ممكن يهاجمك لمجرد اثبات قدراته وقوته. ومع كل الاحداث الصادمه دي بقى بنلاقي ان زينة اخت مراته سلمى واللي المفروض انها هربانه عشان كانت عاوزه تمثل موجوده في مكان زي فيلا في مزرعه بعيده تابعه للسفاح ده، وبتبقى ملامح العلاقه بينهم غريبه جدا بالنسبه لي ومش واضحه على الاطلاق. فبنلاقيه مثلا انه بيعرفها كل حاجه عن جرايمه وهي مبسوطه بافعاله دي عادي، كمان عارفه انه بيحب يطبخ اكله معينه، وتقريبا بعد ما بيكون لسه مرتكب لجريمه من جرايمه البطاطس واللحمه، واللي ظهرت في اول مشهد في الحلقه الاولى وبتظهر تاني في نهايه الحلقه التانيه، وده بيأكد لي انها مش مجرد مشهد، دي رمزيه لحاجه، والحاجه دي انه ممكن يكون بيقطع جزء معين من ضحاياه ويطبخه وياكله علشان يوصلك لأعلى درجات الاشمئزاز من سفاح اعتاد القتل، فبدأ يحصل له جنون كامل وتعب نفسي حقيقي يحوله الحيوان فعلا يلتهم ضحاياه بعد ما بيخلص عليهم. وبنعرف هنا قد ايه السفاح ده بيحب زينة، وبيظهر ازاي هما متفقين انهم يهربوها من اهلها، وانها دلوقتي عارفة عنه كل حاجة تقريبا، وازاي ممكن تكون سبب غير مباشر ودافع جديد لشخصية السفاح دي على القتل وارتكاب كل جرائمه. لأنه وقت ما بدأت تروح تعمل كاستنج من سنين فاتت اعترف لها بحبه وهي صدته، فراح اتجوز اختها، وتمر السنين ويكون هو السبب اللي يقنعها بالهرب من اهلها، وتفضل تبعت لهم في رسائل انها هربت علشان تمثل علشان يقدر ينفرد بيها، ولو رفضت المرة دي فهتفكر 1000 مرة قبل ما تقول له رفضها ده، لانه قدر يقطع علاقتها بكل اهلها واصحابها وبايديها، فلو رفضته هيبقى مصيرها محتوم. هي ممكن تكون السبب في بداية قصة السفاح اللي اتولد من معاملة عنيفة خلاها عاوز يخلص من اي ست بيشوف فيها جزء من امه، فبينتقم من امه في كل ست بيقتلها. وهنا يجي مشهد البلكونة اللي بتخرج ليها معاه عشان تشم هوا، وفجأة تحاول تنط منها فيلحقها بسرعة وبيلومها على محاولة انتحارها، وهنا بتظهر ملامحها الغريبة مع كلام انا ما بلعتوش نهائي، وهي بتقوله انها كانت بتختبر حبه ليها قد ايه، وانها مثلت عليه محاولة انتحارها. هي بتلعب عليه بالنسبة لي عشان حاجة من اتنين، هي خايفة من انتهاء حياتها على ايده لو رفضته مصيرها يكون زي غيرها، فقررت تنهي حياتها بنفسها، وده احتمال ضعيف لانها تعبت علشان تعرف تهرب من اهلها علشان تعيش حلمها في الاخر مش علشان تنتحر. والحاجة التانية بقى
هي إنها تكون قررت مع نفسها تختبر حبه فعلا كمحاولة منها لترويض الوحش ده عشان يبقى تحت أمرها بسبب شدة حبه ليها. وظهوره ب4 أسماء مختلفة لحد دلوقتي دليل إن اللعبة عجبته، وإنه بيلعبها من زمان لحد ما بيزهق أو بيكتشف خيانة اللي قدامه فبيخلص عليه وتخلص معاه قصته وشخصيته دي، فيختار اسم جديد ويبدأ بداية جديدة مع ناس تانية وهكذا. الأداء المتقن لأحمد فهمي اللي بيجسد دور السفاح ببراعة مفاجئ ليا بشكل شخصي، وأنصحه يركز في نوعية الأدوار الجد دي شويتين، لأن المسلسل ده وشخصيته في فيلم العارف يقولوا إن أحمد فهمي اكتشاف في تجسيد الأدوار الشريرة. كمان المسلسل بيستخدم الموسيقى التصويرية والإضاءة وزوايا تصوير علشان يعيشك جو من التشويق والرعب، وبينجح في ده جدا. وبتنتهي الحلقة التانية برسالة من رقم مجهول بيبعت للسفاح جملة أنا عارف كل حاجة، وبنشوف لأول مرة لحظة خوف للسفاح من إنه يتكشف. كمان أحب أقول إن تتر البداية وأغنية تتر النهاية عجبوني جدا بما إني اتكلمت عن الموسيقى في المسلسل ده. في النهاية لازم نركز مع المسلسل ونفضل نطرح أسئلة عن دوافع جابر وخلفيته النفسية والعلاقات اللي بتربطه بضحاياه عشان نعرف نفهم حاجة. أتمنى تشترك في القناة عشان تشوف مراجعات وترشيحات جديدة، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تضغط لايك. سلام.